ساعتها بيبدأ الانمي مع اتنين صحاب اسمائهم راهل ويورو. يورو وراهل كانوا عايشين مع بعض لحد ما في يوم راهل جريت منه وقالت له انا قررت اصعد البرج انساني، وفعلا راهل اختفت ويورو كان عايز يلحقها، ففجأة في ايد خدته ولقى نفسه في الطابق الاول من البرج، وجاله هناك كائن وقال له انا مشرف البرج واسمي هيدون. فيورو قال له انا عايز راهل، هي فين؟ فهيدون قال له الاجابه دايما بتبقى في قمه البرج، وعشان توصل لقمته لازم تعدي اختباراته، واول اختبار هو انك لازم تتخطى الثعبان الفولاذي ده وتكسر الكره اللي وراه. فيورو جري عشان يعمل كده، بس جت واحده اسمها الاميره يوري ووقفته، وكان معاها واحد اسمه ايفان، ويورو ما كانش فاهم حاجه من كلامهم لحد ما ايفان رمى كره خلته يفهم هما بيقولوا ايه. ويوري قالت له انا وقفتك لان الاختبار ده صعب وانت مش من المختارين، والمفروض هيدون ما يدكش اختبار زي ده. فهيدون قال لها طالما انت متعاطفه معاه كده اديله سيفك ازار الاسود عشان يعدي بيه الاختبار. فيوري فعلا ادته سيفها، ودخل يورو عند التعبان وكان عارف انه مش هيقدر يتفاداه، فدخل جوه فمه وضربه بسيف ازار الاسود وراح عشان يكسر الكره، بس الكره ما اتكسرتش. فقعد يفتكر اول مره شاف فيها راهل لما خرجته من مكان غريب، وما كانش فاكر اي حاجه بعد ما خرج، ومن ساعتها وبقوا اصحاب. ورجع يورو للحاضر وحاول يكسر الكره لحد ما ايفان قال له اطلب من سيف ازار يديك قوته. فيورو عمل كده وخد قوه السيف وكسر الكره، وطلع بعد كده من السيف الروح الكامنه جواه. ويورو قال لها اديني قوتك، فالروح وافقت وخدته للطابق الثاني من البرج بعد ما تخطى اول اختبار. فيوري قالت لايفان احنا لازم نسترجع السيف منه، لاني لو ما استرجعتش السيف هتعدم، فراح وراه. وفيورو بعد كده لقى نفسه في الطابق الثاني، وفي صوت كلمه هو وكل اللي معاه وقال لهم انتوا 400 في الاختبار ده، وعشان الاختبار ينتهي لازم تقتلوا بعض وتصفوا وتبقوا 200 بس. كل واحد منكم هيبقى معاه كوره حافظه فيها كل المعلومات اللي هتحتاجوها. وشويه وبدأ الاختبار، وفي واحد كان هيقتل يورو بس اتقتل بأسهم من واحد تاني، وبدأ الكل يقتلوا في بعض، ويورو لقى نفسه واقف قدام 3 كمان. ويورو لانه مسالم ما كانش قادر يقتل حد، فجي واحد من المشتركين اسمه كون، ولما شاف سيف ازار الاسود مع يورو هربه وقال له انت جبت السيف ده منين؟ السيف ده بتاع ملك البرج اللي اسمه زهرد، واداه لاميره هو اختارها بنفسه. فيورو قال له الاميره يوري هي اللي اديتهولي، وقعد يورو معاه وحكى له عن راهل. فكون قال له ايه رايك نبقى اصدقاء ونتعاون؟ فيورو وافق. وفي الوقت ده كانت المعارك شغاله، وبقى فاضل 268 واحد من ال 400. ولما كون ويورو قاموا يتحركوا هجم عليهم تمساح متكلم اسمه راك، بس الاختبار كان خلص فوقف هجومه، والصوت اللي بيكلمهم قال لهم انتوا خلاص بقيتوا 200 والمرحله دي خلصت، لازم دلوقتي كل واحد منكم يلاقي حليفين وتشكلوا فرق من 3 اشخاص في خلال 5 دقايق بس. فكون ويورو ما كانش قدامهم غير راك عشان يتحالفوا معاه، ومع انه كان رافض لانه كان عايز يقاتلهم، بس ارغموه انه يتحالف معاهم لان ال5 دقايق كانت هتخلص. وراحوا للاختبار اللي بعد كده، وجه مشرف الاختبار اللي اسمه ليرو وقال لهم انا مشرف اختباركم ده، وعشان تبقوا عارفين انا مصنف. فيورو قال يعني ايه مصنف؟ فكون قال له المصنفين هم الاشخاص اللي قدروا يوصلوا لقمه البرج قبل كده. وليرو بعد كده قال للكل انتوا كتير عشان كده هصفي منكم، ونزل عليهم ميه من ايده وعمل سور وقال لهم ده اسمه سور الماء المقدس، الفريق اللي هيعدي منه هيبقى ناجح والفريق اللي مش هيعدي هيرسب. بس يورو كان واقف جنب ليرو وقال له انا الميه ما حجزتنيش زي باقي المشتركين. فليرو اتفاجئ وقال له انت كده نجحت لحد ما يجي باقي فريقك. وكون قال في دماغه ازاي الميه ما عملتش سور قدام يورو زي ما عملت عندنا. وقعد يورو مع ليرو وساله هو ايه النظام في البرج هنا. فليرو قال له العالم بتاعنا يعتبر عباره عن البرج ده بس، والبرج متقسم ل3 اجزاء، الجزء الخارجي اللي اسمه المنطقه السكنيه، والجزء الداخلي اللي احنا فيه دلوقتي، والمنطقه المتوسطه اللي بتفصل بين الجزء الداخلي والجزء الخارجي. وكل اللي هنا دول اتولدوا وعاشوا في البرج بكل اجزائه. فيورو قال في دماغه يبقى انا وراهل كده اكيد من عالم تاني غير العالم ده. وساله طب ايه الفرق بين المختارين وغير المختارين؟ فليرو قال له المختارين دول هم الاشخاص اللي بيختارهم هيدون مشرف البرج عشان يدخلوا للجزء الداخلي ويصعدوا، اما الغير مختارين بقى فهم الاشخاص الاقوياء اللي بيفرضوا انفسهم وبيدخلوا الجزء الداخلي بقوتهم. وهم بيتكلموا كان باقي المشتركين بيحاولوا يتخطوا السور لحد ما راك وكون تخطوه. وليرو قام وقبل ما يمشي قال ليورو حاول ما تقربش من كون قوي. وانتهى الاختبار ده وراحوا للاختبار اللي بعده، وكانوا لسه في الطابق الثاني، الطابق اللي بتتم فيه الاختبارات. ويورو كان شايف السما لاول مره من البرج، فكون قال له اعتقد ان دي مش السما الحقيقيه. وشويه ودخلوا الاختبار، ومشرفه اللي اسمه يوهان قال لهم قدامكم 12 باب لازم تفتحوا الباب الصح خلال 10 دقايق. فكون قعد يفكر انهي باب فيهم الصح، وقبل ما 5 دقايق يعدوا راك فتح باب وطلع هو الصح. فيوهان قال لهم انتوا نجحتوا، الابواب كلها صح، الاختبار كان في انكم تثقوا في بعض وتفتحوا اي باب في خلال 5 دقايق مش 10 زي ما انا قلت لكم. فكون اتضايق وقال له ايه فايده الاختبار ده؟ فيوهان قال له الثقه، انت ما بقتش تثق في حد من ساعه ما الامير
الاميره خانتك فكون ماشي. ويورو ساله من الاميره دي وايه الشنطه اللي انت ماسكها دي فيها ايه، بس كون ما ردش عليه. وبالليل كانت كل الفرق اللي نجحت جاهزه للاختبار الجاي، وهناك اتعرف يورو على فريق اسمائهم شيبسو واناك وهاتس. وشويه وجالهم ليرو وقال لهم في اختبار اضافي لو حد حابب يشارك فيه، واللي هينجح في الاختبار ده هيستثنى من باقي الاختبارات. فكل الفرق قالوا هنشارك. فليرو قال لهم الاختبار اسمه التاج، كل الفرق هتتقاتل على تاج، لازم واحد من الفريق يلبسه والاتنين الباقيين يحموه. اخر فريق هيكون معاه التاج وقاعد على العرش هو اللي هيكسب. والاختبار ده هيكون عباره عن 5 جولات، وهينضم لكم فيه فريق جديد من ساحه تانية. وفعلا بدأ الاختبار، وفي الجوله الاولى دخل فريق شيبسو واناك وهاتس، وفي فريق تاني دخل معاهم وهجموا على اناك عشان ياخدوا التاج. بس اناك لانها قويه بدأت تضرب اعضاء الفريق التاني بسلاحها اللي اشبه بكرباج لحد ما خلتهم يستسلموا ولبست التاج. وشيبسو وهاتس حموها. وفي الجوله التانية دخلوا فريقين، وواحد من اعضاء الفريقين دول كان اسمه لاوري وكان نايم في الارض. ولان هاتس مستخدم جيد للسيوف دخل في قتال مع الفريق الاول وهزمهم بسيفه بسهوله. وشيبسو دخل في قتال مع الفريق التاني بتاع لاوري وضربهم بالفنون القتاليه لانه مميز فيها، بس قدروا يمسكوه. فهاتس جاب بسرعه حماه ولاوري قام لانه ما كانش نايم بجد، ده كان عامل خطه عشان يهجم على اناك، وهجم عليها بالموجات. والاتنين اللي معاه راحوا عشان ياخدوا منها التاج بس ما عرفوش. واناك اتضايقت وايقظت سلاحها وهجمت عليهم، فهربوا بسرعه وخرجوا من الجوله واقصوا من الاختبار الاضافي ده عشان يرجعوا يكملوا باقي الاختبارات عادي. بس سيف اذر الاسود اللي مع يورو بدا يخرج عن السيطره بعد ما اناك ايقظت سلاحها. فاناك لما شافته سابت العرش وفرقتها اقصت من الاختبار وراحت ليورو وقالت له انت معاك اذر الاسود ازاي؟ ده واحد من الاسلحه اللي الملك زهرد بيديهم لاميراته. انا سلاحي من الاسلحه دي واسمه نيسان الاخضر، وده لاني اميره من اميرات الملك. فكلهم اتفاجئوا واناك قالت ليورو اديني سلاحك. فيورو قال لها لا ده بتاع الاميره يوري. فليرو جه وقف اناك وقال لها لازم لعبه التاج تكمل. فاناك قالت ليورو انا هعمل معاك رهان، لو فريقك كسب في لعبه التاج هديك نيسان الاخضر، ولو خسرته هاخد منك اذر الاسود. فيورو وافق، وكون قال له بعد كده كويس انك ما اديتهاش السيف. فيورو قال له راهل علمتني اني ما اخونش حد، عشان كده مش هقدر اخون يوري. راهل علمتني كل حاجه عشان كده انا ممتن ليها وعايز ارجعها. وبدات الجوله الثالثه بعد كده في لعبه التاج، ودخل فريق يورو ودخلوا معاه 3 فرق كمان. فكون راح خد التاج وحطه في شنطته، وبعد كده رماه لباقي الفرق وقال لهم اتقاتلوا عليه. فبداوا يتقاتلوا، بس كون قعد يورو على العرش واداله التاج الحقيقي وقال لهم يا اغبياء التاج اللي معاكوا ده مزيف، زي التيجان دي شنطتي بتقدر تنسخ اي حاجه. فكلهم هجموا عليه، فراك وقفهم وضربهم ووقعهم. وانتهت الجوله الثالثه وكان فاضل جولتين بس. ودخل في الجوله الرابعه 3 فرق، وفي فريق منهم ضرب الفريقين التانيين وبعد كده اقصى نفسه. فكون قال ليورو الفريق ده بيساعدني، انا حطيتهم في شنطتي في الاختبار الاول لاني بقدر اقلص اي حد واشيله في شنطتي، واتفقت معاهم انهم يساعدوني في مقابل ان اعديهم من الاختبار الاول، عشان كده هم ساعدوني. وانتهت بعد كده الجوله الرابعه. وفي الجوله الخامسه دخلت اخر فرق ومعاهم فريق الساحه الثانيه اللي ليرو قال لهم عليه. وبدات كل الفرق تهجم ما عدا فريق الساحه الثانيه، كانوا بيدافعوا عن فريق يورو ومحدش كان فاهم هم بيعملوا كده ليه. ويورو لما بص عرف ان راهل مع فريق الساحه الثانيه اللي بيدافع عنه. وفي وسط معارك الفرق في بنت جت ضربت راهل، فيورو ساب العرش وراح دافع عنها واصيب في راسه. وفجاه خرجت منه قوه كبيره دمرت التاج وقام وكان هيقتل البنت، بس الروح الكامنه في السيف واللي ادته قوتها وصعد معاها الطابق الثاني قالت له انا ساعدتك دلوقتي وكده كفايه، لازم يغمى عليك. وفعلا خلته يغمى عليه، واختبار التاج اتلغى بعد ما التاج اتدمر والفرق خدت راحه 3 ايام. وفي اليوم الثاني كان لسه يورو مغمى عليه، وليرو راح ليوهان وقال له انت هنا رئيس المشرفين بتوع الاختبارات، وانت امبارح خلتنا اعمل الاختبار بتاع التاج ده، خلتنا اعمله ليه؟ فيوهان قال له خلتك تعمله عشان تطلع منه بشخص قوي من المشتركين. لقيت حد قوي؟ فليرو فكر في يورو بس قال ليوهان لا ما لقيتش. وفي الوقت ده انا خدت سيف اذر الاسود بعد ما فريق يورو خسروا في اختبار التاج. وشويه وراحت راهل ليورو وقالت لكون لما يورو يفوق ما تقولوش ان راهل اللي هو بيدور عليها، وقول له انه كان بيتهيأ له انه شافني، عشان احنا لو بقينا مع بعض هنعطل بعض وكل واحد فينا هيبقى عبء على التاني. فكون قال لها ماشي. وتاني يوم كلهم حضروا محاضره لليرو وقال لهم فيها احنا هنوزعكم على اقسام هتدرسوا فيها مراكز القتال بتاعه المعارك، وادائكم في الاقسام دي هيبقى عباره عن اختبار قبل الاختبار الجاي، وتوزيعكم هيبقى على حسب قوتكم. والمراكز دي هي الصياد، وده المركز اللي بيقاتل في المعركه من نطاق قريب، والمركز الثاني هو الرماح وده بيقاتل عن بعد في المعركه، والمركز الثالث حارس الفنار وده مهمته توصيل المعلومات، والمركز الرابع اسمه المستطلع وده بيكتشف الخطوط الاماميه للعدو، والمركز الخامس بقى اسمه مستعمل الموجات وده سيد المعركه اللي بيسيطر على كل حاجه. وفعلا اتوزع المشتركين على اقسام المراكز، ويورو لما فاق لقى نفسه في مركز مستعملين الموجات، وكان
معلمه اسمه يوجا، ويوجا قال لهم انتوا مستعملين موجات، يعني بتستخدموا قوة اسمها الشينسو، وعشان تتحكموا فيها لازم تعملوا عقد مع مشرف الشينسو. فيورو خرج كورته الحافظة وعمل عقد مع مشرف الشينسو، وبعد كده اتعرف في قسمه على لوري وصاحبه اللي اسمه هو. ورجع يورو اوضته وقعد مع كون، فجالهم هاتسو وشيبسو وقالوا لهم احنا من قسم مركز المستطلع وعندنا مهمة اننا نعمل صداقات مع 9 اشخاص، ايه رايكم تبقوا اصدقائنا عشان نتمم مهمتنا؟ فكون ويورو وافقوا وقعدوا مع بعض كلهم. بعد كده هما ولوري وهو وواحدة اسمها اندوروسي، بس انا عدت عليهم وقالت لهم اندوروسي دي اميرة من اميرات الملك زهارد زيي. فكلهم اتفاجئوا، وبالصدفة انا واندوروسي كانوا في قسم واحد، وكان عندهم مهمة انهم يقاتلوا بعض عشان حد فيهم يوقع التاني. فبدأوا يتقاتلوا، وانا قعدت تهجم على اندوروسي لحد ما اندوروسي مسكت رجلها ورمتها وقالت لها انت اكيد مزيفة، ايه اللي جابك هنا؟ فانا قامت وقالت لها انا امي كانت اميرة والاميرات خانوها وقتلوها، وجيت هنا عشان اصعد البرج وانتقم من كل الاميرات اللي قتلوا امي. فانا كملت هجوم، واندروسي قالت لها الاميرات محظور عليهم الانجاب عشان ما يورثوش قوتهم لحد، وامك لما انجبتك خرقت الحظر ده وكان لازم تموت. فانا اتضايقت وكملت هجوم لحد ما ضربت اندروسي وكانت هتوقعها. فاندروسي مسكتها وسحبتها معاها، ووقعوا هما الاثنين واتصابوا. ومعلمتهم في القسم قالت لهم المهمه النهارده انتهت، ارتاحوا عشان نكمل دروس بكره. ويورو في الوقت ده كان في قسمه وبدا يستخدم الموجات بمساعده لوري. فهو صاحب لوري بدا يتضايق ان يورو بقى اقوى منه في استخدام الشينسو. ويورو بعد ما خلص تدريباته بدا يودي اكل مع هاتزو وشيبسو لاندروسي واناك لانهم مصابين وبقى قريب منهم، وكانت لسه راهل بتختفي وبتبعد عنه عشان ما يشوفهاش. وفي نفس الوقت ده يوهان جاب ليرو ومشرف تاني اسمه كونت وقال لهم انا هعمل اختبار مشترك بين كل الاقسام ومشرفه هيكون كونت، والاختبار هيبقى اسمه لعبه المطارده. وراح يوهان بعد كده يشرح للمشتركين ايه هي لعبه المطارده، وقال لهم انتوا هتتقسموا لفريقين، واللعبه هيبقى فيها 2 شاردين معاهم شارات، شارد انتوا هتختاروه من فريقكم وشارد احنا هنختاره، واللعبه هتقام في المبنى ده. هدف كل فريق انه يوصل الشارد بتاعه للهدف اللي فوق او ياخد الشاره من الشارد بتاعنا، والشارد بتاعنا هو مشرف الاختبار كون. وخلوا بالكم اللي منكم ادائهم كان سيء في اختبارات الاقسام وادائهم بقى سيء برضه في لعبه المطارده دي كمان، هيقصوا تماما من صعود البرج. وبدا الاختبار وكون عارف انه فريق غير بتاع يورو، وبدا يقوم بدوره مع فريقه كحارس فنار عشان يجمع معلومات. وخلى اناك شاردة الفريق بتاعه وحط شيبسو كطعم كونت عشان لما يجي ياخدوا الشاره بتاعته. وفعلا كونت جه واناك هجمت عليه عشان تاخد الشاره، بس كنت وقفها وما عرفوش ياخدوا منه شارته. فكون قال لفريقه احنا مش هنعرف ناخد شارته ونكسب، ما قدامناش غير ان اناك توصل للهدف اللي في اعلى المبنى. خلوا اناك تجري عشان تروح للهدف، وانتوا حاولوا توقفوا كونت عشان ما يوصلهاش وياخد شارتها ونخسر. فعملوا كده، بس كونت بدا يختفي ويظهر ويضرب في الفريق 1-1 وكمل ملاحقه اناك. وفي الوقت ده فريق يورو كانوا بيتفرجوا على فريق كون عقبال ما يجي دورهم في لعبه المطارده دي. وشويه ووصل كونت عند اناك، بس لا كون مستني على جسر، وكون كان مخبي اناك على الفنار بتاعه تحت الجسر. فكنت عارف وخد كون ونط بيه لتحت، بس كون كان ماسك نفسه والفنار بتاعه بسلاح نيسان الاخضر بتاع اناك، ووقع كونت وطلع الفنار باناك وخلاها تروح للهدف عشان يكسبوا. ففجاه اناك لقيت كونت قدامها وخد شارتها وخسروا، ومحدش كان عارف ازاي كونت طلع بسرعه من تحت الجسر. بس اللي حصل ان كون ولوري اتعاونوا وطلعوا كونت عشان يخسروا فريقهم في اخر لحظه، لان يورو وهو واندوروسي وهاتز اصحابهم في الفريق التاني ادائهم ما كانش كويس في تدريبات قسم المراكز، ولو خسروا او ما عملوش اداء جيد في الاختبار ده كمان كانوا هيقصوا من اختبارات البرج كلها زي يوهان ما قال لهم. فكون ولوري يدوا فرصه لفريق يورو انهم يكسبوا ويعملوا اداء كويس عشان يفضلوا في اختبارات البرج معاهم. وبعد كده جه ميعاد اختبار فريق يورو في لعبه المطارده، واندوروسي بقت هي القائد بتاعهم، وراهل كانت مع يورو في الفريق بس ما كانتش بتكلم حد وكانت واقفه بعيد. بس فريق يورو اعضائه بداوا يخونوا بعض لان ما كانش هاممهم ان الفريق يكسب، وكانوا بيفكروا ازاي يعملوا اداء كويس عشان ينجحوا في الاختبار وده يساعدهم في صعود البرج كافراد. فبدات اندوروسي تضرب 2 من نفس مركزها اللي هو مركز الصياد عشان تحسن ادائها، وهاتس واقف قدام كونت وفي 2 رماحين خانوه وهربوا وسابوه لوحده يقاتل كونت لحد ما كونت اصابه، وهو راح لراهل وقال لها يورو مستعمل موجات زيي وهيتفوق عليا، بس في حد بعت لي رساله وقال لي ان لو قتلتك يورو مش هيبقى عايز يصعد البرج عشان كده هقتلك. وفعلا هو خد راهل رهينه، وكانت لسه اندوروسي بتضرب ال2 الصيادين، فواحد منهم قام واندوروسي لقت معاه سيف من سيوف الاميرات وكان هيضربها بيه، بس يورو جه وقف قدامه وخد الضربه واتصاب وقال ما ينفعش نخون بعض عشان نصعد، انا جيت هنا عشان احمي راهل وهحميها. ومشي يورو عشان يروح لراهل، ولما وصل لها لقاها مع هو وكنت جه هو كمان، فهو قال ليورو
يورو ابعد كنت يا اما هقتل راهل. فيورو بدأ يهجم على كنت، بس كنت استخدم تقنية شلت حركة يورو وقال له انا هخليك تتحرك بس روح انقذ راهل. فيورو عمل كده ووجه هجومه على هو، فراهل اتحركت فهو اصابها، ويورو استخدم نفس تقنية كنت وشل حركة هو ومسك راهل بعد ما اتصابت. وكنت لما شافه قال ازاي يقدر ينسخ تقنيتي بالسرعة دي. ولما هو بص لا راهل بتنزف كتير فحس بالذنب وضرب نفسه بسيف. وشوية وجت واحدة صاحبة هو اسمها سيرينا وقالت لهم ايه اللي حصل، بس اندورسي جت هي كمان بعد ما خدت السيف من الصياد اللي كان بيقاتلها، وقالت لكنت انا الشاردة بتاعت فريقنا وانت شارد المشرفين قاتلني. وبدأت اندورسي تهجم عليه ويورو ساعدها بالشينسو لحد ما اندورسي خدت من كنت شرطه وفريقهم كسب. فيوهان كلم الكل وقال لهم كده الاختبار خلص والنتائج هتتعلن بكره. وبعد الاختبار هو مات من اثر اصابته وراهل ما كانتش هتقدر تمشي تاني. فيورو راح لكون وراك وقال لهم انا هكمل صعود البرج براهل، بس قبل ما يمشي لا راك جسده صغر فقال له انت زرت كده ازاي؟ فراك قال له من شويه كنت ماشي قدام يوهان وما كنتش شايفه، وفجاه من خوفي وقعت قدامه ولقيت نفسي صغرت. وتاني يوم يورو واصحابه راحوا ودعوا هو، وراهل بعد كده اعتذرت ليورو على كل اللي عملته معاه. بس بالليل كون قعد مع نفسه وقال انا اللي عملت كل ده عشان اخلي يورو ينجح. بعت رساله له عشان يقتل راهل، وتعاونت مع لوري وخسرت فريقنا ولسه هكمل. وراح كون بعد كده لليرو وقال له انا متاكد ان يوهان هو اللي بعت الرساله له عشان يقتل راهل، انا عايزك تساعدني باي معلومه. فليرو قال له انا هقول لك معلومه مش كتير يعرفوها هنا. في اختبار هنا في البرج اسمه اختبار المشرف، وده اختبار بيأثر الطريق لصعود البرج غير الاختبار العادي اللي انتوا بتخوضوه. واختبار المشرف ده هو الاختبار اللي الملك زهر ده خاضه قبل ما يبقى ملك للبرج. فكون قال له شكرا على المعلومه. وفي نفس الوقت ده يوهان كان عنده واحد اسمه رين وقال له انا عارف انك مبعوث من طرف الملك عشان تستعيد سيف ازر الاسود وسيف نيسان الاخضر وتقتل اناك، انا هساعدك انك تعمل كده. وتاني يوم يوهان وليرو اعلنوا نتائج الاختبار، ويورو وكل اصحابه نجحوا ما عدا راهل نظرا لحالتها الصحيه. فقام كون وقال ليوهان انا بعترض على النتائج لان راهل ما نجحتش وعايز اخوض اختبار المشرف مش الاختبار العادي. فيوهان قال له اللي بيخوض اختبار المشرف لازم يكون غير مختار وبيساعدوا المختارين، وانتوا هنا كلكم مختارين ومعكوش حد غير مختار. فيورو قام وقال له انا غير مختار. فكله اتفاجئ، ويوهان قال له تعالى معايا لازم مشرف الشينسو هو اللي يشوفك الاول ويقول انت تقدر تخوض الاختبار ولا لا. وفعلا مشرف الشينسو شاف يورو وسمح له انه يخوض الاختبار هو وراهل. وكل اللي نجحوا قرروا انهم هيساعدوا يورو في اختبار المشرف وهيصعدوا معاه من خلاله. وراك في الوقت ده كان راجع لحجمه الطبيعي. ويوهان بعد كده قال لهم الاختبار الجاي اسمه صيد الماء، يورو وراهل هيتم اصطيادهم من خلال دلافين اسمهم دلافين الشبكه، والدلافين دي هتوديهم لملكه الدلافين والملكه هتبتلعهم وتخرجهم على اليابسه. مهمه بقى اصحاب يورو وراهل انهم يحموا الدلافين من الوحوش اللي هتبقى موجوده عشان عمليه الاصطياد تتم. وفعلا بدا الاختبار وقعد يورو وراهل في فقاعه شينسو عشان يتم اصطيادهم، والباقي كانوا بيتابعوا الوحوش عشان يحموا الدلافين. بس طلع وحش واصاب واحد منهم اسمه ديدي وراح لشيبسو وهجم عليه. فاناك واندورسي جم انقذوه، واندورسي قالت لاناك احنا هنعمل رهان، لو انا اللي قتلت الوحش ده هاخد منك السيوف اللي معاكي، ولو انت اللي قتلتيه هبقى الخادمه بتاعتك. فاناك وافقت، واندورسي قعدت تضرب في الوحش لحد ما جري منهم فجري وراه. وفي نفس الوقت ده الرماحين هاتزوراك ومعهم واحد اسمه براكيول كانوا هيدخلوا في قتال مع مجموعه ديدان عملاقه بتحميهم وحوش. ويورو وراهل كانوا بدأوا يتسحبوا من ملكه الدلافين، بس اندورسي لما وصلت للوحش الوحش بقى اقوى ومسكها. ورين اللي كان متفق مع يوهان عشان يقتلوا اناك جيل اناك وهجم عليها واصابها بلسانه ووقعها وقال لها الاختبار ده كله يوهان عامله عشان اخد منك السيوف اللي معاكي واقتلك، واللي انت ما تعرفيهوش اني كمان بتحكم في الوحش اللي بيهاجم اندورسي وهخليه يجيبها هنا دلوقتي عشان هي اللي تقتلك. وفعلا جاب الوحش. ورين قال لاندورسي يقتلي اناك بنسان الاخضر. فاندورسي خدت نسان الاخضر بس ما قتلتش اناك وادته لها وخدت منها زر الاسود. وبداوا يهجموا على رين لحد ما اصابوه وكسروا بيه حيطه. فقام وهجم على اندورسي ووقع اناك وكان هيقتلها، بس الاميره يوري اللي ادتها زر الاسود ليورو جت مع شيبسو وقالت لرين انا جايه هنا عشان اخد سيفي وسيف نسان الاخضر، يلا امشي انت. بس رين مرضيش يمشي وخرج من فمه تعابين وهجم على يوري. فيوري قتلت التعابين وضربت رين بصباعها. وراك وهاتسو وبراكيول كانوا لسه بيقاتلوا الوحوش اللي مع الديدان العملاقه لحد ما جالهم لوري وواحده اسمها ناري ورفعوهم لفوق. وفجاه ظهرت خنازير وبدات تقاتل الوحوش. فبراكيول استغرب وقال هي الخنازير دي جت منين؟ فلوري قال له كون قال لنا على النفق اللي الخنازير دي بتمشي فيه واحنا سدنا النفق ده عشان نرجعهم لهنا ونخليهم يصطدموا بالوحوش ونجحنا في ده بفضل كون. وكون في الوقت ده جاله واحد من عيلته وقال له انت دخلت الاختبارات
الاختبارات دي عشان تصعد البرج وتشوف الاميره ماريا. انت لسه مش قادر تتخطى خيانتها ليك، تعال معايا وانا هوريها لك. فكون قال له لا مش ده هدفي. فقريب كون ده مشي وكانت لسه يوري بتضرب رين لحد ما جه واحد من مساعدينها اسمه كوردان ونزل على رين وضربه اخر ضربه. فرين قبل ما يموت قال لهم انا بعت الوحش اللي بتحكم فيه ليورو عشان يقتله قبل ملكه الدلافين ما تبتلعه. وفعلا الوحش كان وصل ليورو وبدا يهجم عليه واصابه كذا اصابه لحد ما يورو جهز طاقه شينسو كبيره ودخل جوه فم الوحش وقضى عليه ورجع بعد كده لراهل. وخلاص الملكه كانت هتبتلعهم، بس فجاه راهل قامت وزقت يورو ووقعته. وقعدت راهل تفتكر بعد كده انها اول ما جت البرج هيدون قال لها مش انت المختاره اللي انا اخترتها، المختار هو يورو، انت ضعيفه وهيجي دلوقتي يورو منقذك. وجه ساعتها يورو وهزم الثعبان الفولاذي بمساعده يوري. فراهل قالت لهيدون انا عارفه اني ضعيفه بس ارجوك خليني اصعد البرج. فقال لها خليكي تصعدي بس بشرط تقتلي يورو، ولو وافقتي هخلي معاكي شخص يتلقى الاصابات مكانك ده لو حصل واتصبتي. فراهل وافقت وبدات في كل اختبار تحاول انها تقتل يورو، وكل اصابه كانت بتتصابها كان الشخص اللي هيدون قال لها عليه هو اللي بيتصاب مكانها. وضحكت على يورو بعد كده وقالت له انها اتصابت من هو وكل ده عشان تقتله لحد ما جت لها الفرصه في اخر اختبار ووقعته في الميه والملكه ابتلعتها لوحدها وخرجتها على اليابسه. فراهل كدبت على اصحاب يورو وقالت لهم ان يورو وقع في الميه لان الوحش هجم علينا. وجه ليرو بعد كده وقال للكل انتوا كلكم نجحتوا وهتصعدوا البرج واحنا بنعتقد ان يورو مات لاننا مش لاقيين جثته. فكلهم زعلوا، بس ليرو ما كانش مصدق ان يورو مات وحس ان يوهان هو اللي مدبر كل ده. فراح له وقال له انا عارف ان ليك يد في اللي حصل، وساب ليرو بعد كده شغله كمشرف. واصحاب يورو صعدوا البرج بس يورو ما كانش مات وفاق لقى نفسه في مكان غريب وجات له واحده بتشتغل مع يوهان وقالت له كل الاجابات اللي انت عايزها هتلاقيها في قمه البرج عشان كده انت كمان هتصعد. وفعلا يورو هو كمان صعد. وبعد صعود يورو بفتره يوري كان معاها زر الاسود ونيسان الاخضر وراحت لواحده من الاميرات اسمها الاميره ريبليستا وطلبت منها تساعدها في العثور على يورو. فريبليستا وافقت. وفي نفس الوقت ده في الطابق ال20 من البرج كان في ولد اسمه وانجنان بيحلم انه يتخطى الطابق ويطلع للطابق اللي بعده، بس المشكله ان الطابق ال20 اختباره صعب وتكلفه دخوله عاليه. وبسبب ده الطابق بقى عباره عن منطقه سكنيه بينتظر فيها كل اللي عايزين يصعدوا عقبال ما يجمعوا فلوس ويقدروا يتخطوا الاختبار الصعب. وانجنان زي الكل في الطابق ال20 بيفشل كل مره لما بيدخل الاختبار ومديون بفلوس بعد ما دفع تكلفه الاختبار كذا مره. هو في يوم واحد من الديانه اسمه لوكر جاله ومضى على بيع اعضائه لو ما دفعش الفلوس اللي عليه. وشويه وجه وانجنان ولد بيوصل اكل للمنازل وكان جايب له اكل هو طالبه. وانجنان لما اتكلم معاه عرف ان اسمه نيا وانه زيه بيقدم للاختبار كتير وبيفشل. ونيا قبل ما يمشي قال له ابذل جهدك ولما تنجح في الاختبار هستناك تيجي تاكل في المحل عندنا. ومشي نيا بعد كده وقدم وانجنان للاختبار مره كمان. واول مرحله في الاختبار كانت عباره عن البقاء على قيد الحياه لمده 30 دقيقه. ومع بدايه الاختبار وانجنان دخل لقى مشترك غامض وقع كل المشتركين اللي حواليه في الارض. فخاف منه وحاول يتعرف عليه لكن المشترك الغامض ده ما اتكلمش خالص وما عملش حاجه لوانجنان وقعد جنبه. ودخل بعدهم مشترك اسمه هو يانج وقعد جنبهم. ودخلت كمان طفله اسمها ميسنج. وبعدها دخلت بنت تعرفها اسمها جوسنج. واخر مشترك دخل كان اسمه اكراباتور. وقعدوا كلهم مع بعض مسالمين. وبدا اكراباتور وانجنان يتكلموا عن ان ما ينفعش كلهم يبقوا مسالمين كده ولازم يقصوا حد منهم. فالمشترك الغامض قال لهم كلكم هتقصوا دلوقتي وانا اللي هقصيكم. هو قام عشان يهجم عليهم فاكراباتور وهو يانج وقفوا قدامه وهجموا عليه. استخدموا تقنياتهم وحاولوا معاه بايديهم واسلحتهم لكن ما عرفوش. هو هجم هو عليهم بالشنسو بعد اكراباتور وبعد كده اصاب هو يانج. فجوسنج قالت لوانجنان المشترك ده لابس عباءه جماعه فوج. جماعه فوج دول جماعه كارهه ومعارضه للملك زهارد. فوانجنان قال لها احنا لازم نهرب منه. وقام فعلا وانجنان يهرب وحدف عليه قنابل. وساعتها المشترك الغامض ده كان بيفكر في راهل وقام يكمل هجوم. وانجنان بص عليه بعد انفجار القنابل لقى بيشفي جروحه وكان هيهجم عليه. بس وقت المرحله الاولى من الاختبار كان خلص وانتقلوا بعد كده كلهم للمرحله الثانيه. وعرفوا ان المشترك الغامض اللي معاهم ده اسمه فيولي. وفي المرحله الثانيه انضم لهم مشتركين جدد كان منهم لوكر ونيا. وراح لوكر اتكلم مع وانجنان وعرفه على المشتركين الجدد وقال له اللي هناك ده برنس ابن صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها وصل للطابق ال20 بسبب نفوذ ابوه ومعاه مرتزقه هنا بيساعدوه. اللي قاعد على شماله ده واحد من اللي بيساعدوه واسمه راب ديفل. قوته مهوله ومحدش بيقدر يقف قصاده. واللي على يمينه دي بقى اسمها يهوى قوتها بتكمن في لهبها. موجوده هنا مع برنس لانه اقرضها فلوس عشان تشارك في الاختبار. هي كمان من عيله من اكبر العائلات اسمها عائله يون. وبعد لوكر ما عرف وانجنان على المشتركين دخل مشرف المرحله الثانيه اللي اسمه لاف. هو قال لهم المرحله الثانيه عباره عن اختبار قوه لازم تضربوا كره الشينسو دي واصحاب اقوى 8 ضربات منكم هينتقلوا للمرحله الجايه. وبدا الاختبار وانجنان قام يضرب لكن ضربته ما كانتش بالقوه الكافيه. وبعده دخل هو يانج وضربته كانت اقوى ضربه. بس راب ديفل لما دخل بقى اقوى ضربه وخد المركز الاول من هو يانج. وبعدهم جت يهوى لمست الكره بس ومن قوتها بقت في المركز الاول. فدخل برنس وقال لها انا اقوى واحد فيكم. وبالفعل بقى هو الاول بضربته لحد ما قام فيولي وبقوه الشينسو بتاعته بقى الاول بفرق كبير عن التاني ومحدش بعد كده عرف يتخطاه. وانتهت
المرحله وفيولي في المركز الاول، وساعتها لاف مشرف المرحله قال لهم انا كدبت عليكم، اول 8 مش هينتقلوا للمرحله الجايه، اللي هيحصل ان صاحب المركز الاول هيختار 7 غيره عشان ينتقلوا. فكلهم اتفاجئوا وبداوا يتوسلوا لفيولي عشان يختارهم، بس فيولي قال للاف مش هختار حد فيهم، كلهم ضعفاء، انا عايز اصعد لوحدي لان من جماعه فوج وهدفي هو قتل الملك زهرد وعيلته، انا مصر اني ما اختارش حد فيهم. فلاف قال له خلاص هنلعب لعبه انا وانت، لو انت كسبت فيها مش هتختار، بس لو انا كسبت هتضطر انك تختار. المهم دلوقتي روحوا كلكم استريحوا وهنبدا لعبتنا انا وانت بعدين. هو بالفعل مشيوا عشان يستريحوا، وكل اتنين كانوا في غرفه، وانجنان مع نيا، وفيولي مع يهوى، وبرنس مع راب ديفل، واكراباتور مع هويانج، وميسنج مع جوسنج، وباقي الغرف فيهم باقي المشتركين. وشويه وانجنان حس بملل فجمع معظمهم ولعبوا مع بعض لعبه اوراق. ولما رجعوا غرفهم لاف كلمهم كلهم وقال لهم وقت الاستراحه خلص، دلوقتي هنلعب كلنا مع بعض لعبه اسمها الغرف الموثوقه. هو اللي بيكسب في اللعبه دي هو اللي بيسرق اكبر عدد من الغرف وبيجند اكبر عدد من الاعضاء. كل غرفه من الغرف فيها 2، واحد هيبقى قائد وواحد هيبقى حارس. القائد بامكانه سرقه غرف تانية او تجنيد الاعضاء اللي فيها. هو بيبقى معاه جهاز تحكم فيه موصلين بيوصلهم بجهاز التحكم لما بيجند حد جديد او بيسرق غرفه، ده دور القائد. اما بقى دور الحارس هو حراسه الغرفه وبس. هو الفريق اللي هيجند 7 اعضاء ويسرق 6 غرف على الاقل هيفوز، ولازم الغرفه السادسه اللي يسرقها تبقى غرفه فيولي ويهوى. القوانين دي بتسري على الكل ما عدا فيولي، انت ليك قوانين لوحدك. انا معايا الموصل بتاعك ويهوى معاها جهاز تحكم غرفتكم، وعشان تكسب حاول تاخد جهاز التحكم من يهوى وتسيطر على غرفتكم، وبعد كده تيجي تاخد مني الموصل بتاعك. ولو كسبت مش هتضطر تاخد اي حد معاك للمرحله الجايه من الاختبار زي ما انت كنت عايز. اما بقى لو خسرت فالفريق الفايز هينتقل معاك للمرحله الجايه. يلا ابداوا. وبالفعل بداوا كل ثنائي يختاروا مين فيهم هيبقى قائد ومين حارس. برنس وانجنان وجوسنج واكراباتور هيبقوا قاده وهيخرجوا من الغرف، والباقي هيبقوا حرس وهيفضلوا في الغرف عشان ما تتسرقش. هو لما بدا الاختبار فيولي اول حاجه عملها انه حاول ياخد جهاز التحكم من يهوى، هجمت عليه بلهبها فشل حركتها بسهوله وخد الجهاز. هو فتح الباب لقى برنس قصاده فشل حركته هو كمان لجزء من الثانيه وكمل طريقه اللاف. وخرج في الوقت ده اكراباتور راح لغرفه ميسنج وعرف ان جوسنج خرجت وسابتها، فقعد على الباب يتكلم معاها. ولما لقى واحده من المشتركين بتستهدف غرفه ميسنج حس انه لازم يدافع عنها. هو واقف قدام المشتركه هجمت عليه بخاتم من صباعها فخرج سلاحه وصد الهجوم وقدر يسيطر عليها. هو لما كان ده بيحصل جوسنج راحت لوانجنان وقالت له خد الموصل بتاعي اهو حطه في جهاز التحكم بتاعك وجندني في فريقك انا هتبعك. فوانجنان عمل كده وجندها هي وميسنج وخرج جند اكراباتور وهويانج. بس على الجانب الاخر برنس عرف من لوكر ان راب ديفل اتقتل ومحدش كان يعرف مين اللي قتله. فبرنس قال للوكر اكيد فيولي هو اللي عمل كده، لازم اوصل لغرفته واهزمه. هو جند برنس لوكر وجند 2 مشتركين كمان. وفي نفس الوقت وصل فيولي عند لاف، ولاف قال له ايه الآلة دي هتحدف الموصل، هو لازم تاخده قبل القفازات دي ما تاخده، واحذر لاني همنعك، معاك 3 محاولات عشان تاخد الموصل، يلا ابدا. وبداوا اول محاوله فيولي كان هياخد الموصل بس لاف راح بعده. هو تاني محاوله فيولي شل حركه لاف لجزء من الثانيه وراح للموصل، لكن لاف ما سابهوش وهجم عليه بالشينسو وكسر بيه الحيطه. هو قال له جماعه فوج اللي انت معاهم دول قتلوا ابويا وامي، هو انت انضمت لهم ليه؟ ففيولي قال له لان هدفي هو قتل الملك زهارد. وقام فيولي بعد كده يكمل محاولته الثالثه. هو فريق وانجنان في الوقت ده كان بدا سرقه غرف لحد ما وانجنان كلم نيا، ولقى لوكر ساعتها بيرد عليه وبيقول له احنا سيطرنا على غرفتك وده بمساعده نيا. فوانجنان ما كانش مصدق وقال لنيا هو انت عملت كده ليه؟ فنيا عيط وقال له انا اول ما جيت الطابق ال20 ده كنت بلا مأوى لحد ما ست عجوزه صاحبه مطعم قوتني وشغلتني في مطعمها، بس المشكله ان الست دي مديونه لبرنس، ولوكر وعدني اني لو خنتك هيسقط الدين بتاعها. انا اسف انا بعتبرك صاحبي لكن كان لازم احمي الست دي. فوانجنان قال له ما تعتذرش انا مش زعلان منك، انت حميت واحده محتاجه حمايه. وقبل وانجنان ما يقفل سمع لوكر بيقول لنيا انا ضحكت عليك ومش هسقط ديون الست صاحبه المطعم وهقتلك هنا. وقعد لوكر يضرب في نيا لحد ما فعلا قتله. وده ضايق وانجنان جدا وقام بسرعه يروح للوكر، بس عرف ان لوكر زي ما ضحك على نيا خدع كمان برنس بالاتفاق مع راب ديفل اللي ما كانش مات، هو كان حي واتفق مع لوكر يمثل انه ميت عشان يخدعه برنس. هو قام راب ديفل وقعد يضرب في برنس، ولوكر استغل الفرصه وسيطر على فريق برنس وضم كمان يهوى ليهم. فوانجنان قال انا مش هعرف اوقفهم لوحدي وراح لفيولي، ولقاه بيبدا محاولته الثالثه وبيحاول ينسخ تقنيات لاف عشان ياخد منه الموصل. فرمى وانجنان قنبله دخانيه وخد هو الموصل وقال لفيولي محتاج مساعدتك وهسيب لك الموصل بعديها. فلاف قال لوانجنان خلي بالك هو لو خد الموصل هيكسب وانتوا كلكم هتخسروا. فوانجنان قال له مش مهم وراح فيولي معاه فعلا هجم على يهوى وقضى على واحد من فريق لوكر ودخل هو يانج بعد كده عند راب ديفل، خرج قوه شينسو كبيره من دراعه وقعد يضربه بيها. هو فريق وانجنان وقتها سيطر وجنده كمان يهوى وبرنس، وراح وانجنان للوكر عشان ينتقم منه وضربه في الاول وقال له عملت كده ليه؟ فلوكر قال له لاني زيك عايز اصعد البرج، انا مديون بفلوس لابو برنس ولازم اصعد عشان اردها له. فوانجنان لما سمع وفكر شويه وقال له انا هسامحك لانك فعلا شبهي في الطموح، بس انا مش هبقى شبهك في اللي انت عملته ومش هقتلك زي ما انت قتلت نيا. وساب وانجنان ومشي وكان خلاص هيدي الموصل لفيولي، لكن قبل ما يديهوله وقت الاختبار خلص ونجح فريق وانجنان مع فيولي. هو بعد الاختبار لاف راح لمدير الاختبارات اللي اسمه اوجوزجوس. هو اوجوزجوس قال له كفايه اختبارات كده ما تعمل لهمش اختبار تاني وخليهم يصعدوا للطبق اللي بعده على طول. هو بعد لاف ما خرج اوجوزجوس كلم حد وقال له كل حاجه ماشيه حسب جماعه فوج ما عايزه، وراح لاف بعد كده جاب اكل لفيولي
وكل اللي نجحوا قعدوا ياكلوا مع بعض. وبعد ما كلوا فيولي راح قال لوان جنان هو انت سامحت لوكر ازاي؟ فوان جنان قال له يمكن عشان انا كنت عايز اسامحه لانه فعلا شبهي، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان اصعد البرج، بس ده ما يمنعش اني عايز اكسب صحاب نضحك ونقضي وقت سعيد مع بعض. انا مبسوط اني هصعد البرج معاك. وفي وقت ما كان فريق فيولي بيجهز لصعود الطبق ال21 كون وقتها كان في الطبق ال25 هو وراهل بعد ما عدت فتره من اخر مره شافوا فيها يورو. هو الفتره اللي عدت دي كانت 6 سنين كون قعد فيهم يكون فريق يصعد بيه هو وراهل البرج. وفي يوم قابل كون واحد اسمه ايدن دان وقال له انت سريع وعايز اضمك لفريقي وتساعدني في صعود البرج وهديك في المقابل الحجر ده هديه. فايدن وافق وكون قال له دلوقتي هختبرك، حاول تهرب من كل الاشخاص اللي في المطعم ده لانهم تبعك. فايدن استخدم سرعته وفعلا هرب بس خدع كون وسرق الحجر. هو ما كانش يعرف ان كون هو اللي خدعه لان ايدن لقى طريق الخروج مسدود. هو لما جاي يرجع واحد من اللي شغالين في المطعم ضربه برصاصه مهدئه ووقعه. هو كون بعدها خده ورجع بيه للمنزل بتاعه في الطابق ال25 وسلمه لواحد من فريقه اسمه نوفيك. وشويه وايدن فاق ونوفيك خده يعرفه على فريق كون وقال له دي قبل مهمتها جمع المعلومات، وده مايكل الطبيب بتاعنا ومستخدم شينسو، وده جيتان حامل رمح والطباخ بتاعنا، هو ده ران انا وهو دايما بنتنافس على الاقوى بينا. ونوفيك بعد ما عرف ايدن قال لران قوم قاتلني. هو بدأوا هجوم على بعض لكن دايما ران كان هو اللي بينتصر. واثناء ما كان ده بيحصل كون كان بيعتني براهل لان هو اللي بقى بيهتم بيها بعد ما اعتقدوا ان يورو مات. وراهل برضه كانت بتخدع كون زي ما خدعت يورو وفهمته انها ما عملتش حاجه ليورو وانها فعلا ما بتقدرش تمشي على رجلها، بس اللي ما كانتش تعرفه ان كون هو اللي بيخدعها لانه عارف انها خانت يورو وبتمشي عادي. ورجع كون للماضي وقعد يفتكر انه هم في الطابق الثالث اتكلم مع شيبس وقال له انا هفترق عنك انت واناك واندورسي وهاتزو هصعد براهل البرج لاني عرفت من ليرو ويوهان ان في طبيب كشف عليها وعرف ان رجلها سليمه واكيد هي اللي قتلت يورو، فهصعد بيها البرج عشان انتقم منها واكتشف هي بتعمل كده ليه. وبالفعل ده اللي حصل في الحاضر وصعدوا لحد ما وصلوا للطبق ال25 اللي هم فيه دلوقتي. وكون بعد ما خرج من عند راهل راح لفريقه وقال لهم احنا هنكمل صعود بعد شهر، عايزكم تتعاملوا مع راهل على انها خاينه وتسيبوها معايا، انا هنتقم منها وهصعد البرج عشان في يوم من الايام هبقى الملك بتاع عيلتي. فكلهم قالوا له ماشي. وزي كون ما كان مع فريقه فيولي هو كمان كان قاعد مع فريقه في منزل بعد ما صعدوا للطبق ال21. وشويه وفيولي خرج يتسوق فيهوى قالت لوان جنان انا بخاف من فيولي ومش واثقه فيه وهخرج امشي وراه. وبالفعل يهوى خرجت ورا فيولي ولقيته رايح يقابل 2 من جماعه فوجا اسمائهم هاريون ويوتاكا. ولما الاثنين عرفوا ان فيولي بقى عنده فريق راحوا يتعرفوا عليهم. هاريون قعدت مع وان جنان وقالت له ان فوج مش هيوافقوا عليكم كفريق لفيولي، بس ما تخافش فيولي هيحميكوا. وبدات هاريون تحكي له ان فيولي يبقى هو يورو بعد ما راهل خانته من 6 سنين. يوهان جاله وقال له انا هخليك قاتل وهتنضم لجماعه فوج ولو ما وافقتش هقتل صحابك من النهارده هيبقى اسمك فيولي. فيورو اضطر انه يوافق وهاريون ويوتاكا هم اللي دربوه خلوه قوي. وبعد وان جنان ما عرف ان يورو بقى قاتل عشان ينقذ صحابه وقال لهاريون تفتكري هيعرف يقتل الملك زهر ده عامل اتفاقيه مع الاداريين في البرج وبينهم عقد بيحميه من الموت. فهاريون قالت له ما تخافش هيقدر يقتله. وتاني يوم يورو وفريقه راحوا لاختبار الطابق ال21 اللي كان هيتم في المحيط. ومشرف الاختبار قابلهم وقال لهم الاختبار هيتم بداخل المخلوقه العملاقه دي واللي اسمها زجاينا. في داخل زجاينا في زهره بتحمل جوهره ثمينه وهدفكم هو الحصول على الزهره دي والخروج بيها. يلا قسموا نفسكم عشان تدخلوا جوه زجاينا. وبالفعل قسموا نفسهم وان جنان وجوسنجو وميسنجو واكراباتور مع بعض ويورو ويهوى وهو يانجو برنس مع بعض. واول ما دخلوا مجموعه وان جنان لقوا الزهره على كائن صغير جوه، حاولوا يمسكوه بس ما عرفوش. والكائن ده هرب ودخل لمكان ضيق فميسنج لان جسمها صغير راحت وراه. وعلى الجانب الاخر هو يانجو وبرنس طلع عليهم شخص مخيف وقال لهم امشوا من هنا مش هتقدروا تقفوا قصادي، انا كل اللي جولي هنا اقوياء من رتب عليا وقضيت عليهم بسهوله. فيورو جه وقال له انا مش همشي وهقاتلك. وظهر الشخص ده قدامهم كلهم وعرفوا انه اسمه مازينو. ومازينو كان هيبدا هجوم على يورو فبرنس وهو يانج بسرعه بلغوا الفريق بمكان يورو عشان يجوا يساعدوه. ولما جم لقوا مازينو بيهجم فبرنس خرج فنرات وهو يانج هجم بس مازينو تصدى لهم ومسك ويانج ورماه. والباقي هجموا مع بعض وبرضه ما عرفوش يوقفوه وراح مازينو بهجوم قوي على يورو وجهز يورو عشان يتصدى له. بس فجاه عدت ميسنج وسطيهم وهي بتجري ورا الكائن الصغير اللي عليه الزهره ويورو حماها واتصاب هو من هجوم مازينو. وبالرغم من ان اصابته كانت اصابه خطيره لكنه شاف جروح واغمى عليه بعدها. وساعتها مازينو قال لهم ما تخافوش انا مش هقتلكم. وخد مازينو الكائن وساب لهم الزهره وخرج من زجاينا وقال لمشرف الاختبار الكائنات الصغيره دول هم اطفال زجاينا وبيتغذوا على الزهور اللي جواها، ولان الزهور بتحمل جواهر ثمينه عائله يون اللي هي من اكبر العائلات بتخليكوا تدخلوا المختبرين وتجيبوا الزهور وبسبب ده بيموت كتير من اطفال زجاينا. انا مش هسمح لكم انكم تستمروا في ده. وماشي مازينو بعد كده ومعاه طفل زجاينا وراح سلمه لواحد وقال له ابقى اديه للاميره يوري. وبعد يومين كان لسه يورو مغمى عليه في السرير من اثر الاصابه. هو جه يوتاكا لوان جنان وقال له يا ريت تبعدوا عن يورو لانه كده هيتاذي بسببكم. فوان جنان سابه وراح اتكلم مع صحابه في موضوع انهم يسيبوا يورو واصحابه قالوا له لا احنا هنكمل معاه وهنساعده. ووان جنان هو كمان قال لهم انا برضو عايز اساعده وهكمل معاكم. بس في نفس الوقت ده يهوى كانت قاعده لوحدها زعلانه بعد ما عرفت ان عائلتها عائله يون متورطه في قتل اطفال زجاينا. ودخلت هاريون عليها وقالت لها كفايه زعل، لو عايزه تكفري عن اللي عيلتك عملوه قومي ساعدي اصحابك وكملوا صعود مع بعض. فيهوى سمعت كلامها وقامت طبخت لاصحابها وساعدتهم. وبالليل لما كانوا كلهم هيتعشوا جه يوتاكا واحد من فوق اسمه كاراكا فتح بوابه خد يوتاكا من خلالها المكان تاني
تاني وقال له الاعضاء الكبار في فوج قلقانين من الفريق اللي مع يورو ده، يا ريت تقتلهم وتخليه يكمل لوحده. فيوتاكا قال له ما تقلقش انا حاطط عيني عليهم وعواطفي مش هتتحكم فيا. فكاراكا قال له ماشي وسابه ومشي. ولما كان ده بيحصل وان جنان كان قاعد مع هاريون وقال لها احنا عايزين نساعد يورو في الوصول لاصحابه ونوصل لهم ازاي. فهاريون قالت له في ورشه عمل هتتعمل في الطابق ال30 بعد سنتين، الورشه دي بيتجمع فيها مختبرين كتير عشان يحصلوا على اسلحه وادوات منها، وانا متاكده ان اصحاب يورو هيبقوا هناك. فوان جنان قال يبقى كده لازم نوصل للطابق ال30 قبل السنتين ما يعدوا. وعدت بعد كده سنتين، فريق يورو كانوا بيصعدوا فيهم وفريق كون هم كمان كانوا بيصعدوا، بس كل الفرق بدات تستخدم روبوت دردشه على الموبايل اسمها ايميلي كانت بتساعد المختبرين اثناء اختباراتهم، لدرجه ان ايدن وهو مع ران في اختبار من الاختبارات ما اهتمش بتكتيك الفريق واعتمد اعتماد كلي على ايميلي، وطلع عليه ساعتها هو وران مشترك ب4 ايادي هجم عليهم. فران استخدم قوته وبهجمه واحده قضى عليه، وايدن ساعده وبسرعته نجحوا في الاختبار. بس بعد الاختبار كون وبخ ايدن لانه اعتمد على ايميلي، وايدن اعتذر له وقال له خلي الموبايل بتاعي معاك عشان ما تكلمش مع ايميلي تاني. وبالفعل كون خد موبايله وجرب يتكلم مع ايميلي ويسالها عن يورو، وايميلي قالت له ان يورو حي فاتخض. وشويه وكلمته قبل البنت اللي بتجمع معلومات في فريقه وقالت له لقيت لك الشخص اللي هزم هاتزو وانت بتدور عليه، هو اسمه كاسانو وموجود في الطابق ال28. فكون قال انا لازم اروح له. في وقت ما كان ده بيحصل فريق يورو كانوا في الطابق ال28 بيخوضوا اختبار للحصول على مفتاح بيفتح صندوق، ولانهم بقالهم كتير مع بعض كانوا انسجموا في القتالات والاختبارات، كل واحد منهم استخدم قدرته للنجاح في الاختبار لحد ما وان جنان واجه مشترك اسمه كواترو هجم عليه بالنار. وساعتها يورو وصل وحماه ووقف قدام كواترو وهجم عليه بالشينسو ووقعه، وخدوا من فريق كواترو المفتاح، وواحد من فريق كواترو قال ليورو هقابلك تاني وساعتها مش هرحمك. وبعد فريق يورو ما خدوا المفتاح فتحوا الصندوق ونجحوا في الاختبار. وهو يانج قال احنا لازم نستريح شويه، فوان جنان قال له لا احنا لازم نكمل صعود لحد ما نوصل لورشه العمل في الطابق ال30. بس وهم بيتكلموا لقوا في الصندوق اللي فتحوه صوره كاسانو اللي كان بيدور عليه. وهو يانج لما شاف الصوره اتخض وقال لهم انا اعرف الشخص ده. هو لما رجعوا بعد كده للمنزل بدا هو يانج يحكي لهم وقال لهم اللي انتم ما تعرفوهوش ان في ورش بره البرج بتعمل تجارب على الاطفال عشان يطوروا اسلحه للمشتركين اللي في البرج. انا وكاسانو بقى كنا من الاطفال اللي بيتعمل عليهم تجارب، اتعرفنا على بعض وبقينا اصحاب جدا، واتعرفنا كمان في الورشه على باحثه اسمها صوفيا هي الوحيده اللي كانت بتعاملنا كبشر مش كتجارب، لحد ما كبرنا وفي يوم اتعمل علينا تجربه اضافت لاجسامنا اسلحه شينسو. وبعد ما بقينا بنملك القوه دي دخلونا البرج عشان نصعده، وفضلت ادور على كاسانو طول مده صعودي للبرج، واكيد هو كمان بيدور عليا انا لازم اروح له. انا عرفت ان هو في الطابق ال28 زينا. وبعد هو يانج ما خلص كلام صحابه قالوا له احنا هنساعدك انك توصل له. وبالليل قعد هو يانج لوحده بره المنزل ويورو خرج له، وساعتها هو يانج قام وقال له عايز اسالك على حاجه، انت لما بتشفي جروحك بيخرج منك شيء غريب، هو انت كمان اتعمل عليك تجارب؟ وهل جماعه فوج ليها علاقه بالتجارب دي؟ فيورو قال له ما اعرفش. فهو يانج قال له قول لي ارجوك يمكن نقدر ننقذ اطفال جدد هيتعمل عليهم تجارب. فيورو قال له انا كل اللي فاكره ان بعد ما قابلت يوتاكا حطوني في انبوب وشفت ضوء احمر، بعدها اكتسبت القدره دي لكن ما اعرفش اي معلومات تانية. فهو يانج قال له انا مصدقك، انا همشي دلوقتي اروح لكاسانو لوحدي، انتوا صحابي ومش عايز اورطكم معايا. وبالفعل هو يانج ماشي لوحده، وكون هو كمان في الوقت ده كان بيجهز عشان يروح لكاسانو. هو خد معاه ران ونوفيك وفعلا راحوا وعرفوا ان كاسانو موجود عند يد عملاقه اسمها يد ارلين، بس قبل الوصول ليها لازم يواجهوا مجموعه فخاخ. فران اتصرف لوحده وبدا يتخلص من الفخاخ، وشاف هو يانج هو كمان بيخوض تجربه الفخاخ لانه كان وصل لنفس المكان عشان يلاقي كاسانو. وران اول ما شافه هجم عليه وقال له هو انت كاسانو؟ فهو يانج صد هجومه وقال له لا مش انا، لكن فضل ران يهجم. هو يانج استخدم الشينسو وهجم، وده خلى ران يزود هجومه واطلق هجمه شينسو قويه جدا. وجه نوفيك هو كمان وهجم معاه. هو لما كان ده بيحصل يورو قرر يروح يساعد هو يانج لانه قلق عليه، ركب مركبه طائره ومشي. فاصحاب يورو لما عرفوا قرروا هم كمان يروحوا. ولما وصل يورو للمكان راح سال واحده اسمها شياشي عن هو يانج، وقالت له ان هو يانج جالها من شويه عشان يعرف مكان كاسانو وانه راح عند يد ارلين. فيورو شكرها، بس قبل ما يمشي شياشي قالت له انت هتحتاج معاك حارس فنار يعرف لك اللي بيحصل بالفنارات، عشان كده انا هاجي معاك اساعدك مقابل فلوس. فيورو وافق وخدها معاه. ولما كانوا في طريقهم كان واقف لوحده مستني ران ونوفيك يرجعوا، لحد ما طلع شخص هجم عليه بابره سامه لكنها ما اصابتوش بسبب درع هو لابسه. هو جه من ورا الشخص ده اصابه بسكينه وساله مين اللي خلاك تهجم عليا؟ فالشخص قال له في واحده ودنها شبه ودن الارنب قالت له اهجم على اي حد يدخل هنا. فكون سابه وقعد يفكر مين الواحده دي، وكان لسه هو يانج واقف قدام ران ونوفيك. وساعتها كاسانو نده عليه وقال له ادخل الكهف اللي وراك ده بسرعه. فهو يانج دخل ومع ران ونوفيك، وفجاه ظهر كاسانو هجم على ران ونوفيك ووقعهم. وقاموا هما الاثنين بعد كده وقفوا قصاده هو وهو يانج، وهجم ران ونوفيك ووقعوا كاسانو. فهو يانج هجم بشينسو من ايده، ونوفيك عمل حاجز عشان يتصدى، ولما الحاجز اتكسر ران ساعد نوفيك وبهجمه وقعه هو يانج لكنه ما استسلمش وقام يهجم تاني وكان هيقتل نوفيك. بس فجاه كاسانو هجم عليه من ورا، وهو يانج ما كانش فاهم هو عمل كده ليه ووقع. وشويه وصل يورو لما لقى هو يانج واقع افتكر ان ران ونوفيك هم اللي عملوا كده. هو هجم عليهم وما بقوش قادرين يتفادوا هجماته، واستغربوا ازاي في شخص بيقدر يهجم ب3 هجمات شينسو في نفس الوقت. وبدا ران يهجم بالشينسو بالكهرباء لانه بيقدر يستخدمها. فشياشيا حمت يورو بالفنارات وزود يورو هجومه وهجم ب5 هجمات شينسو ووقعهم. وقال لهم هو انتوا عملتوا كده ليه؟ فقالوا له مش احنا اللي قصدناه. وهم بيتكلموا وصل كون ويورو عرفوا، بس كون ملحقش يتعرف على يورو لان شياشيا مسكت جهاز وقالت لهم في متفجرات في المكان
المكان هنا، انا هفجر المكان. وجالي يورو ساعتها رسائل من فوق على فنار شياشيا بيقولوا له فيها اتبع اللي شياشيا وكاسانو هيعملوه عشان تنقذ هو يانج. فيورو عمل كده وشياشيا قالت لكون احنا عملنا كل ده واستدرجناكوا هنا عشان نقتلك، لان جماعه فوق شايفين انك قوي وانك هتعارضهم. فكون لما بص لودن شياشيا لقاها ودن ارنب وعرف ان هي اللي بعتت الشخص اللي كان عايز يقتله من شويه. وقال في دماغه ابل ومايكل هم اللي ادوني المعلومات وخلوني اجي هنا، اكيد هم الاثنين خاينين وتابعين لفوق زي شياشيا وكاسانو. هو لما كان كون بيفكر يورو حاول يهربه وقال له ضعيف زيك مش مستاهل انه يموت، امشي. فكون لانه ما يعرفش ان ده يورو قال له لا مش همشي. وشياشيا بعد كده ما استنتش وفجرت المكان بكون وران ونوفيك. ويورو قال لهم اهربوا بسرعه، ووقتها كون عرف ان هو ده يورو. واثناء ما كان المكان بيتدمر قعد كون يفكر في ابل ومايكل اللي كانوا في الوقت ده قتلوا جيتان ورابطين ايدن لانهم فعلا خونه تابعين لفوق. ودخلت عليهم راهل وايدن اكتشف ان هي كمان معاهم خانت كون زي ما خانت يورو. ولما حاولت راهل تضم ليهم ايدن قال لها ابعدي عني، وده ضايق راهل جدا وقعدت تضرب في رجله بسكينه. ومشيت بعد كده هي وابل ومايكل. وبعد الانفجار اللي شياشيا عملته وقفت هي ويورو وكاسانو قدام ران ونوفيك اللي قدروا يهربوا من الانفجار. وشياشيا قالت لهم انا عملت الانفجار ده عشان يورو يتعرف. زمان دلوقتي الاشاعات بتنتشر في كل مكان عن ان يورو قاتل فوق مقاتل مرعب، وده هيفيدنا جدا لان الطابق ال30 هيحصل فيه معركه كبيره اسمها معركه الورشه، الهدف منها الحصول على الاسلحه والمعدات من ورشه العمل اللي هناك، واحنا هنشارك مع يورو في المعركه دي. فنوفيك قال لها احنا كنا هنشارك في المعركه دي مع كون. ويورو عشان ينقذ نوفيك وران من الموت قال لهم لا تعالوا شاركوا معانا، ده هيحميكم من الموت، زائد كمان اني محتاجكم معايا. فران ونوفيك وافقوا. ولما كان ده بيحصل فريق يورو جم عند ياد ارلين وبصوا هناك لقوا كون واقع فانقذوه وخدوا معاهم يعالجوه. ولما فاق كون شرحوا له هم مين وقالوا له انهم عايزين يوصلوا ليورو. فكون خدهم معاه لمنزله اللي في الطابق ال29. واول ما دخلوا هناك لقوا جيتان ميت وايدن مصاب. فخدوا ايدن بسرعه للمستشفى وهناك جت هاريون لكون وطلع كون يعرفها وسالها هو فيولي ده هو يورو. فهاريون قالت له وشرحت له كل حاجه حصلت وقالت له ان يورو مكلف بقتل الملك زهارد لان لازم اللي يقتل الملك يبقى مشترك غير مختار. وقالت له كمان فوق اختاروا ليورو فريقه اللي هيشارك معاه في معركه الورشه، وانت ما قدامكش دلوقتي غير انك تاخد فريق يورو وتشارك بيه وتهزم يورو وترجعه تاني لفريقه. فكون وافق ونزل قال لفريق يورو انهم هيبقوا فريقه في معركه الورشه عشان يقابلوا يورو في المعركه. وفريق يورو فكروا ووافقوا وقعدوا شهر يتدربوا مع كون في الطابق ال29. وبالرغم من ان كون كان شايفهم ضعفاء بس قدروا ينجحوا في اختبار الطابق وانتقلوا كلهم للطابق ال30 وكان معاهم ايدن اللي بقى كويس مع الايام. وعلى الجانب الاخر فريق يورو هم كمان كانوا وصلوا للطابق ال30 وانضم ليورو مقاتل قوي اسمه ريبرو ريدز. والكل خلاص بقوا في انتظار معركه الورشه. وقبل يومين من معركه الورشه يورو شاف ولد بيجري من روبوتات الطابق ال30 فراح ساعده وقضى على الروبوتات واتعرف على الولد ده وعرف انه بيلقب بالطواف. الطواف قال ليورو ما كانش المفروض تقضي على الروبوتات لانهم هيستبدلوا بروبوتات اقوى. وبالفعل كلامه كان صح، في روبوتات اقوى بدات تلاحقهم فراحوا المنطقه فيها اجهزه تشويش عشان الروبوتات ما يعرفوش هم فين واستخبوا هناك. على الجانب الاخر بقى فريق كون وهم في الطابق ال30 كانوا بيتفرجوا على مقابلات صحفيه لفريق اندروسي اللي بيضم معاها شيبس واناك وهادز ولوري. وفي المقابله الصحفيه دي كلهم كانوا بيتكلموا عن يورو، بس فجاه اتقطع البث واتكلم واحد من مشرفين البرج مع كل المشتركين اللي في الطابق ال30 وقال لهم انتوا دلوقتي 1488 هنصفيكم من خلال لعبه عشان اللي يشارك في معركه الورشه يبقوا 248 مشترك بس. ال 248 مشترك دول هيصعدوا على مركبه اسمها ارخميدس واللعبه هتبدا دلوقتي. كل واحد منكم هيبقى معاه مسدس فيه رصاصه واحده، هدفكم اصابه اي حد من المشتركين الاخرين بالرصاصه اللي معاكم دي او سرقه الرصاص اللي معاهم. وفي الحاله دي بقى لو معاكم اكتر من رصاصه في المسدس هيتحول الرصاص لرصاص مضيء ورصاص مظلم. الرصاص المضيء تقدروا تطلقوه على اصحابكم لان اللي هيتصاب بيه هينجح في اللعبه برضه، اما الرصاص المظلم فده تضربوه على اعدائكم. اول واحد هيتصاب برصاصه مضيئه هياخد كنز اسمه تمره الدمويه، اما بقى المشترك اللي هيضرب اكبر عدد من الرصاص المضيء هياخد مرايه بيضاء سماويه. وفي كمان جنيات في السماء اسمها بونج بونج لو حد مسكها بتمنحه بطاقه صعود لمعركه الورشه. يلا جهزوا عشان تبداوا. وبالفعل بداوا كون ووانجانان وايدن مسكوا شخصين وسرقوا منهم الرصاصتين اللي معاهم. في نفس الوقت ده نزل فريق اندروسي يدوروا على حد يضربوه لحد ما لقوا اندروسي مسكت 4 اشخاص وخدت رصاصهم وكمان عرفت منهم مكان يورو ومكان فريقه. فاتجهت هي ليورو وخلت فريقها يروح لفريقه، وده لانهم كانوا عايزين يقضوا على يورو وفريقه لانهم بينتموا لفوق. فريق يورو ما كانوش لسه اتحركوا وكان انضم ليهم عضوه جديده اسمها يوتو وقعدوا مش عارفين يعملوا ايه، يستنوا يورو لما يرجع ولا يهجموا لوحدهم. هو كان لسه يورو كل ده مع الطواف وساله هي الروبوتات دي بتطاردك ليه؟ فالطواف قال له بتطاردني لاني كنت عايز اتسلل لمركبه ارخميدس عشان انقذ واحده اعرفها. فيورو لما سمع كلامه قعد يفتكر راهل وهم بيتكلموا واحد من الروبوتات دخل عليهم وجت كمان اندروسي ضربت الروبوت وثبتت يورو بمسدس وما كانتش تعرف انه يورو. فبسرعه يورو مسك ايدها وضربها وخلى الطواف يرمي عليها قنابل وهربوا. ولما كان ده بيحصل كون ووانجانان كانوا بيدوروا على باقي الفريق بتاعهم لحد ما لقوا اكراباتور ويهوا وجوسنج في مبنى فطلعوا لهم. لقوا كواترو وتشانج الاثنين اللي قابلوا فريق يورو في الطابق ال28 قبل كده واقفين مثبتين اكراباتور بمسدس وهيطلقوا عليه. فكون قال لهم سيبوا اكراباتور وهاتوا الرصاص اللي معاكم وانا هضربكم برصاص مضيء وهنجحكم. فسمعوا كلامه وضرب عليهم ونجحهم. وبعدها بص ما لقاش برنس ولا ميسنج مع اكراباتور وجوسنج ويهوا. فقال للفريق احنا هنضرب على بعض دلوقتي رصاص مضيء وهننجح بعض وهنسيب ميسنج وبرنس يعتمد
يعتمدوا على نفسهم لان مفيش وقت ندور عليهم، فكلهم وافقوا ما عدا وانجنان. وقال لا انا مش هصعد من غير برنس وميسنج، احنا هنضرب عليكم رصاص مضيء وهنروح انا وكون ندور عليهم. وفعلا عملوا كده، وميسنج وبرنس في الوقت ده كانوا ممسوكين من بنت اسمها فيردي تابعه لفريق اندورسي، فكون وانجنان وقفوا يراقبوها. وفي نفس الوقت شيبسو كان بيجهز مع فريقه عشان يهجموا على فريق يورو. اناك هجمت بنيسان الاخضر وراحت دخلت في قتال مع ران ونوفيك. اما هاتز فرح هجم بسيفه على كاسانو وقال له احنا تواجهنا قبل كده في الطابق ال20 وانت هزمتني، لكن المره دي مش هسمح لك تهزمني. واستمر قتال هاتز وكاسانو. في الاول هاتز عور كاسانو لحد ما كاسانو بالشنسو كسر له سيفه ورفع عليه المسدس، هو جاهز عشان يضرب عليه رصاصه مضيئه ويوديه لمعركه الورشه. في قتال اناك بقى، اناك اصابت نوفيك وهي وران رفعوا مسدساتهم على بعض، بس قبل ما يطلقوا رصاصهم يورو كان ساب الطواف وجه عندهم ووقفهم وضرب على اناك رصاصه مضيئه وخلاها تنجح في اللعبه. وضرب ران هو كمان برصاص مضيء وقال لنوفيك روح اضرب ريبروريدز برصاصه مضيئه. بس وهم بيتكلموا شياشيا كلمت يورو وقالت له شيبسو جه ومعاه عضوه من فرقته اسمها فيسبا وهيهجموا على يوتو دلوقتي، يا ريت تنزل لهم. فيورو نزل وبدا قتال بين فيسبا ويوتو. قعدت يوتو تتفادى الاصابات لكن في هجوم كان هيصيبها خلاص لحد ما جه يورو وقف الزمن وانقذها. هو تصدى هو الفيسبا ولان ما حدش هيقدر يوقفه شيبسو تواصل مع فيردي، هو خلاها تساعده بخاتم بيوقف الشينسو. الخاتم ده شيبسو حطه في صباع يورو وقال له انت كده مش هتعرف تستخدم الشينسو يا فيولي. فيورو سكت وما رضاش يقول لشيبسو انه يورو، هو كان مخبي وجهه باقناع عشان شيبسو ما يتعرفش عليه. هو فجاه طلع من تحت الارض راجل ضخم تابع لشيبسو فرقه اندوروسي اسمه اميجو، ودخل في قتال جسدي مع يورو وقعد يضرب فيه ورماه. هو فيسبا كانت هتصيبه بهجوم سام بس يوتو تلقت الاصابه مكانه. هو فيسبا قالت له السم هينتشر في جسد صاحبتك في خلال 5 دقايق لو ما خدتش الترياق اللي معايا ده. فقام يورو برغم ان الخاتم كان لسه في صباعه وظهر الشينسو في جسده زي ما بيظهر عند كاسانو، راح ضرب اميجو ووقعه ووقع فيسبا هي كمان وقال لشيبسو انا هضرب الاثنين دول برصاص مضيء، سلمني الرصاص اللي معاك وامشي. فاضطر شيبسو انه يوافق لانه خلاص بقى لوحده. سلم الرصاص وراح لفيردي، لقاها ضربت برنس وميسنج برصاص مضيء عشان يبقوا معاها في معركه الورشه لانها عايزه تسيطر عليهم وتخليهم دوما تتحكم فيهم. على جانب اخر بقى كون وانجنان ما لحقوش ياخدوا برنس وميسنج من فيردي فضربوا بعض برصاص مضيء وشيبسو وفيردي عملوا زيهم. اما بقى يورو فرقته ضربوا بعض برضه برصاص مضيء ونجحوا في اللعبه. هو كان معاهم في الفرقه هويانج اللي نجح في اللعبه بعد ما تعافى من اصابته، وما فضلش غير اندورسي اللي كانت لسه عند الطواف. مسكته وقالت له هو فين فيولي؟ فقال لها اللي كان معايا ده ما اسموش فيولي، ده اسمه يورو. فاندورسي اتخضت لما عرفت ان يورو لسه عايش. هو راحت سلمت الطواف لافراد امن الطابق ال30 وفي مقابل ده خدت بطاقه صعود لمركبه ارخميدس مع الباقيين. وتاني يوم صح الكل في ارخميدس. كون قابل راك هناك وراك قال له احنا لازم نرجع يورو. فكون قال له انا عندي خطه هرجعه بيها وهبعده عن جماعه فوق، بس مش هنفذ خطتي دي دلوقتي. في نفس الوقت ده هويانج كان مع كاسانو. الاثنين عرفوا ان صوفيا الطبيبه اللي كانت بتعاملهم بلطف وهم صغيرين موجوده في المركبه معاهم، فرحوا لها سلموا عليها وعرفتهم على ولد اسمه بيتا وقالت لهم بيتا يعتبر اخوكوا لانه اتعمل عليه تجارب زيكم وهو صغير. فهويانج وكاسانو اتعرفوا عليه وبعد كده كله جاهز لمعركه الورشه. طلع مشرفين الاختبار اللي اسمائهم ايو وفانكو قالوا اول مرحله في المعارك هتبقى عباره عن اختبار اعلام، هيدخل 8 مشتركين للساحه معاهم اعلام. اول 3 مشتركين هيحطوا الاعلام بتاعتهم في الفراغ الموجود هيكسبوا. هو ده الاختبار ببساطه، ومن حق قاده الفرق انهم يراهنوا على اي مشترك هم متوقعين انه هيكسب، وعلى حسب الرهانات دي هيتم تصنيف قاده الفرق. يعني الاختبار يعتبر فردي وجماعي في نفس الوقت. يلا ابداوا. وبالفعل بداوا، واول 8 كان منهم اكراباتورو وانجران وبرنس وميسنج. بس المشكله ان ميسنج كان متسيطر عليها من فيردي وده من خلال زهرتين محطوطين في شعرها. دخلت ميسنج ضربت 2 مشتركين وطيرتهم بره الحلبه وكانت قويه جدا بسبب سيطره فيردي عليها. وبعد كده ضربت 2 مشتركين كمان، فبرنس وقف قصادها تصدى لضرباتها وقعد يتكلم معاها عشان يرجعها لوعيها لحد ما ميسنج هديت واكراباتور بسرعه شال الازهار من شعرها ورجعت لوعيها ووقعت مغمى عليها. برنس مسكها وهو وانجنان واكراباتور حطوا علامهم وكسبوا. وتوالت بعد كده المعارك. في واحده من القتالات ظهر مشترك اسمه فارجار كان قوي جدا وكله خايف منه، وريبروريدزو وهو بيتفرج عليه قال ليورو خلي بالك فارجار في ده بيكره جماعه فوج واكيد جاي هنا عشان يقتلك. فيورو لما سمع كلام ريبروريدز بدا يركز مع فارجار ونزل لمعركته واللي كسبها بسهوله بعد ما وقع كل اللي قدامه وحط علمه. وشويه وجه ميعاد اخر قتال وكان موجود فيه ران واناك، وطلبوا من المشرفين انهم يقاتلوا بعض لوحدهم والمشرفين وافقوا. قبل القتال ما يبدا ران خد حبه برق بتزود قوته الكهربيه، ومع بدايه القتال راحت اناك ضربته ضربه قويه فران قام وهجم بالشنسو الكهربي بتاعه واتبعه بهجوم قوي كمان ووقع اناك. فقامت وتبادلوا الضربات. قعد ران يتفادى ضرباتها وضربها برجله مرتين. هو قال لها الحبه اللي انا خدتها دي بتزود قوتي لمده 5 دقايق وانت مش هتقدري تواجهيني في ال5 دقايق دول. فرجعت اناك تهجم وران مسك ايدها وبعدها بهجمه وكمل ضرب فيها في الهواء واصابها بالشنسو اصابه مباشره وافتكر انه كسب. بس اناك قامت تاني ضربت الارض وفجرتها والاثنين وقفوا على الفتات وراحوا على بعض بضربه قاضيه، لكن طلع مشترك وسطهم بالصدفه خلاهم يتراجعوا ووقعوا هما الاثنين في الميه وخسروا القتال. وبانتهاء معركتهم انتهت كل المعارك. بس قاده الفرق قعدوا مع المشرفين واعترضوا ان رهاناتهم ما كانتش صحيحه لان قتال ران واناك ما كملش. فالمشرفين وافقوا على اعتراضهم وقرروا يعملوا بطوله لقاده الفرق اسمها بطوله التطوير. والبطوله دي هتبدا بكره خارج مركبه ارخميدس. وبعد موافقه الكل على البطوله بالليل اتعملت حفله
حفله الكل حضرها. وفي الحفله يورو قابل بيتا، وبيتا لما شافه قال له انا واحد من اللي اتعمل عليهم تجارب، على فكره انت الناتج النهائي للتجارب، وده لان جواك مجسم شيطاني بيطلق عليه الشوكه، بس الشوكه اللي جواك دي نسخه طبق الاصل من الشوكه الحقيقيه. الورشه معاها الشوكه الحقيقيه، وجماعه فوج عايزين ياخدوها من الورشه عشان يدوها لك وتبقى قوي جدا. انت بقى لو عايز تبقى قوي من غير فوج، فاسرق الشوكه الحقيقيه دي بنفسك وادمجها مع جسدك من غير ما اي حد يعرف، وخد ده مفتاح هيوصلك للشوكه وانت في بطوله التطوير. فيورو خد المفتاح وساب بيتا ونزل، لا راك ويهوى واندروسيو جاي له. راك لما شافه حضنه وكان عايز ياخده معاه، بس يورو قال له مش هينفع اجي معاك دلوقتي، امشوا قبل ما حد يشوفكم. فسمعوا كلامه ومشيوا. وتاني يوم اتعملت بطوله التطوير. فريق يورو كان هيقاتل فريق فرجارف في الشمال، اما بقى باقي الفرق هيتقاتلوا في الجنوب، وكل فريق هينزل بعضو واحد افتتاحي، هو ممكن بعد كده من خلال اكتسابه للنقاط يستدعي اي حد اثناء المعركه. وبدات البطوله. فريق كون نزل بوانجانان كعضو افتتاحي. وانجانان دخل في قتال مع اعضاء افتتاحيين عباره عن روبوتين، وقدر يتفادى هجومهم ويضربهم، ولما قضى عليهم اكتسب نقاط وبقى جاهز للاستدعاء. هو بعد كده استدعى كواترو ويهوى واكراباتور وراك. اما يورو بقى فكان مهتم انه يوصل للشوكه، ووصل لها فعلا. هو بيتا جاله هناك وقال له على فكره انا ضحكت عليك عشان اجيبك هنا وما قلتلكش ان فوج هي اللي مرتبه كل ده. فوج بتتعاون مع الورشه وعملوا عليك تجارب عشان تبقى سلاحهم. المجسم الشيطاني اللي جواك هو اللي بيفعل الشوكه الحقيقيه اللي قدامك دي، عشان كده فوج كانت عايزه توصلك للشوكه، وده بمساعده الورشه عشان لما تندمج مع الشوكه تبقى سلاح اشعال بشري. فوج بتتحكم في كل حاجه، حتى قتال فرقتك مع فرقه فرجارف ده من تخطيط فوج. وزمان ريبروريدز بيهجم على اصحابك دلوقتي لانه تابع لفوج. وفجاه بيتا قيد يورو واصابه، وفعلا كلامه كان صح، ريبروريدز كان بيهجم على نوفيك. نوفيك فضل يتفاداه لحد ما جه هو يانج هربه. اما يورو بقى فكان لسه مقيد، وجاله ريبروريدز وقال له في محلول هيجي دلوقتي من خلال مركبه ارخميدس، وهينزل على الشوكه وهيدوب الشوكه مع جسدك، وهتبقى سلاح اشعال بشري. بعدها الزعيم بتاعنا هيستخدمك زي ما هو عايز. فيورو حاول يفك نفسه لكنه ما عرفش. هو بره مكان الشوكه اجتمع كون مع هادز وشيبسو ووانجانان وراك ويهوى واكراباتورو وفيسبا وكواترو. هادز قال فوق خاطفين يورو ولازم نحرره، انا عرفت كل ده من ليرو، قابلته امبارح وعرفت كل اللي فوق بتخطط له. فكون قال احنا لازم نحرر يورو، بطوله التطوير هتكمل وهننزل الساحه كمان شويه. نوفيك وهو يانج ويوتو في ساحه البطوله دلوقتي، هنخليهم يحرروا يورو. هو اول ما يتحرر هنستخدم الاستدعاء اثناء المعركه وهنستدعي يورو عشان نجيبه عندنا. وبالفعل كلهم نزلوا لساحه المعركه عشان ينفذوا الخطه. وانجانان راح لوحده عشان يستدعي يورو، اما راك ويهوى فواجهوا اتنين من مشتركين فوق. هاجمت يهوى بالنار، فواحد منهم امتصها والتاني ضربها، بس راك كبر جسده وهجم مسك واحد وخلى يهوى تهجم بالنار، وراح هدف اللي ماسكه على التاني، وكمل طريقه هو ويهوى لحد ما جالهم بيتا وهجم على فيسبا، فراك تصداله. في نفس الوقت ده بقى يوتو راحت لريبروريدز وشالت قناعها، وطلعت يوتو هي هاريون بس كانت مخبيه وجهها بقناع، وقالت لريبروريدز احنا خدنا فوج وكنا مستنيين اليوم ده من زمان، اللي انت ما تعرفوش اننا كنا حاطين في يورو قطعه من الشوكه الحقيقيه، وبقوته هيقدر يندمج مع الشوكه الحقيقيه ويسيطر عليها كمان. وبالفعل يورو هو مقيد سيطر على الشوكه، ولما جه نوفيك وهو يانج يحرروه طلع عليهم روبوت يقاتلهم، فيورو قضى عليه بسهوله، بس كان لسه مش عارف يتحكم في قوه الشوكه. وهاريون ونوفيك وهو يانج حاولوا يهربوه، فجالهم فرجرف عشان يوقفهم، وهجم بكلاب ظليه، فهاريون قالت ليورو اهرب انت واحنا هنتصدى لهم. فهرب يورو وراح لمكان الاستدعاء واستنى وانجانان يستدعيه، بس وانجانان ما لحقش لان بيتا جه من وراه واصابه. هو كان هيكمل ويقتله لكن اصدقاء وانجانان وصلوا. هو كان معاهم لاوري اللي بالشنسو سيطر على بيتا وخلاه يخرج من جسده شيء اشبه بافعى. هو يهوى هجمت وحرقته، رغم ده بيتا كان لسه بيهجم. ساعتها وانجانان تم استدعاء يورو ورجع لاصحابه وهو مصاب، واستمر بيتا في الهجوم، هجم بقدمين شينسو لاوري دمر واحده ويهوى دمرت الثانيه. واثناء القتال جت صوفيا وحاولت توقف بيتا، بس بيتا ما وقفش، وبمجسم شينسو كبير فجر المكان. بعدها يورو وصل ووقف قصاد بيتا وهجموا على بعض، وبيتا قال له انا بكرهك لانك بتملك القوه والاصدقاء، انا بقى لما اتعمل عليا تجارب خلوني اقتل كل اصحابي، انت الناتج النهائي للتجارب والسبب في اللي انا وصلت له دلوقتي. فيورو قال له انا ماليش دعوه باللي حصل لك، وراح يورو اصابه بهجمه شينسو، وتبادلوا الهجمات لحد ما بيتا وقع، والامن كانوا هيقتلوه باوامر من فوج، بس اكراباتور وكواترو جم هجموا عليهم ومنعوهم من تنفيذ اوامر فوج وحموا بيتا. وجه كمان ليرو وقال ليورو كل اللي معاه وانجانان هيتعالج وشويه وهيتعافى، انا معايا مركبه هنهرب فيها كلنا من مقاتلين فوج. بس وليرو بيتكلم ريبروريدز تواصل مع يورو وقال له انا وكاسانو وفرجرف وواحده اسمها رون قتلنا هاريون وهو يانج ونوفيك وهزمناهم، ولو هربت هنقتلهم، تعال خدهم وبالمره نكمل بطوله التطوير ونشوف مين فينا هيكسب. فيورو قال ليرو استنى هنا، هنروح نجيب باقي اصحابنا ونيجي نهرب معاك. فليرو قال له ماشي. هو قبل انطلاق يورو صوفيا قالت لليرو خدوا بيتا معاك وهربوه لانه لو فضل هنا هيموت. فليرو وافق وانطلق. بعد كده كون ويورو وراكو راحوا ينقذوا هاريون، واصطدموا بريبروريدز وكانت حواليه هاله كبيره، وهجم عليهم بمقدار شينسو كبير، فيورو تصدى له. على جانب اخر اكراباتور ويهوى وكواترو كانوا بيدوروا على هويانج ونوفيك، اما اندورسي وهادز فتواجهوا مع فرجرف ورون. هاجمت اندورسي بس فرجرف بتحكمه في الظلال قدر يصيبها، فهادز راح عليه بسلاح وجت اندورسي من وراه خدته معاها لفوق وضربته ووقعته على الارض واتصاب. في نفس الوقت ده بقى كاسانو كان في مركبه ارخميدس، والطواف هو كمان كان محبوس في المركبه بعد ما اندورسي سلمته للامن، بس قدر الطواف يخرج من حبسه وقابل كاسانو ولقى معاه قاروره، فساله هي ايه القاروره دي؟ فكاسانو قال له ده جزء من ايميلي، تطبيق الشات اللي المشتركين بيستخدموه. ايميلي كانت في الاول انسانه بس الورشه حولتها لسلاح بشري زي ما كانوا عايزين يحولوا يورو، وحطوها هنا في ارخميدس وخلوها تتواصل
مع المشتركين على انها تطبيق يساعدهم، كل ده عشان يسيطروا على المشتركين. انا بقى لما عرفت كل ده قررت انتقم منهم واوقف عمل ايميلي. الورشه وفوج بيتعاونوا مع بعض، واللي بيتحكم في الامور دلوقتي رجل اعمال تابع لفوج اسمه مادوراكو. وبالفعل كلام كاسانو كان صحيح، مادوراكو كان بيراقب كل اللي بيحصل. رجوعا بقى لقتال يورو وريبروريدز، كان لسه ريبروريدز بيهجم عليهم، فرج حدف سلاح وكون استخدم فناراته وخدع ريبروريدز وقرب منه، وحط هاريون في المرآة البيضاء السماويه اللي خدها بعد ما تخطى اختبار الوصول لارخميدس. ساعتها الشوكه خرجت من الضمادات بتاعتها وقام يورو بقوه كبيره وهجم، فريبروريدز تصدى له وفجاه عينه اتحولت لشكل غريب وقال ليورو انا زمان بصيت لواحده من العائلات الكبرى في البرج، ولاني بصيت لها قتلت عيلتي وخلتني اعمى، عشان كده كرهت العائلات الكبرى وانضميت لفوج. على فكره فوج هتنزل المحلول اللي هيدوبك مع الشوكه دلوقتي. وفعلا بدا المحلول ينزل، وكان عباره عن حمم بركانيه، فكل الموجودين حاولوا يهربوا من المكان، واتحركت اندورسي وهادزا عشان ينقذوا يورو اللي ما كانش عارف يهرب، وريبروريدز كان هيوقعوا في المحلول معاه. بس وصلت اندورسي في الوقت ده، مسكت يورو وخدته هي وكل اصحابها وهربوا مع ليرو، وراحوا لمقر مجموعه ليرو اللي اسمهم مجموعه الجناح. وهم هناك جه مادوراكو في مركبه ارخميدس رئيس واحده من العائلات الكبيره في البرج واللي اسمه بو. هو قال له على فكره انا كنت براقبك وبراقب معركه الورشه، ومن دلوقتي انا اللي هتحكم في الامور مش جماعه فوج. رجوعا بقى ليورو واصحابه كلهم كانوا مستمتعين مع بعض، وخرج يورو مع اندورسي، بس كان لسه عايز يلاقي راهل ويعرف هي فين. مش هو بس ده، كون كمان امر نوفيك انه يكون فريق للبحث عن راهل. وبالليل لما كان كون ويورو مع بعض، جوسينج جت لهم وقالت لهم هو يانج هو الوحيد اللي لسه ما فاقش من بين كل المصابين، فراحوا يشوفوه وعرفوا ان كاسانو خد منه قوته الشيطانيه وبقى معاه قوه شينسو في دراعه اليمين ودراعه الشمال، وده هيخلي كاسانو قوي جدا ولازم يلاقوه. فخرجوا من عند هويانج وراحوا سالوا هاريون نلاقي كاسانو فين، فقالت لهم هتلاقوه في الطبقه ال 35. فجهزوا كلهم عشان يكملوا صعود، ويورو قص شعره عشان يبدا مرحله جديده. وبكده